أهلا بيكم في قناة مصر أرض الحضارة. دي لوحة الوزير كاجمني في المتحف المصري في التحرير. الوزير كاجمني عاش في الأسرة الستة وعاصر 3 ملوك من ملوكها، وكمان كان زوج الأميرة نبتي نبخت بنت الملك تيتي، أول ملوك الأسرة الستة. أما عن النص المكتوب على اللوحة فأنا بشكر الأستاذ عبد الله سالم على ترجمته للنص. والنص بيقول: المعلم كاتب المهمات كاجمني يقدم قربان ملكي إلى إنبو صاحب خيمة التحنيط ذو اللفائف المعتلي جبله في الجبال، يتبعه في الطرق الجميلة في الغرب، ويسير مبجلا بكل ابتهال بالصوت، ومعه الخبز والجيع في كل أول العام، وفي عيد جحوتي وأول العام، في عيد الوج، وفي عيد الحب ست، وكل يوم إلى الأبد. الملك تيتي في أماكنه الثابتة، وكاتب الإقليم للملك ونيس في أماكنه الجميلة، أنت الكاهن الذي فوق الأسرار. الوزير خرجمني حصل خلال حياته على الكثير من الألقاب، منها الوزير، وصاحب المقام الرفيع، ومراقب كهنة الهرم، وقاضي المحكمة العليا، وصاحب التعليم. وده لأنه ليه مجموعة من النصايح والتعليم اللي قالها لابنه، واتكلم فيها عن جوانب كتيرة من الحياة المختلفة، ومنها نصايح للحاكم نفسه. وقال كلمني عن النصايح دي إن لو الحاكم التزم بيها هيبقى حاكم عادل، وهيذكر الناس بعد موته بالخير، ولو ما التزمش بيها سيهلك ولن يتذكره الناس. وتم ذكر التعاليم دي في بردية اسمها بردية بريسي، وده نسبة لمكتشفها العالم الفرنسي أشيل بريسي دي أفيني. وكان من أهم التعاليم دي: إنسان بلا هدف هو إنسان بلا وجود. العلم يصنع الموهبة، وليست الموهبة هي من تصنع العلم. العلم يصنع الطريق لخطوات الحضارة، والعقيدة تصنع الطريق لخطوات العلم. من يعيش بعيدا عن أهل الشر يأمن شره، إن من يفقد الصدق مع نفسه لن يصدقه الآخر. الخوف شر على القلب، يمكن التغلب عليه بالسيطرة على النفس. حاسب نفسك قبل أن تغمض عينيك فتشرق شمس الصباح عليك بيوم كله أمل وسعادة. احفظ لسانك طاهرا ولا تلوثه بنطق الباطل. لا تقف مع القوي ضد الضعيف، ولتكن وقفتك دائما مع الضعيف ضد القوي. همس المظلوم أعلى صوتا من صراخ الظالم، فالسماء تسمع همس المظلوم ولا يصل إليها صراخ الظالم. الضمير المطمئن خير وسادة للراحة، من يزرع الشوك يجرح الشوك يديه. التعليم والنصايح جميلة جدا، وفعلا زي ما قال الوزير كاجمني، لو الإنسان التزم بيها هيفضل الناس يفتكروه بالخير. وكده نبقى وصلنا لنهاية الفيديو اللي أتمنى إنه يكون عجبكم، وإني أكون قدرت أوصل لكم ولو جزء بسيط من تعاليم أجدادنا العظماء. وأشوفكم على خير.